السلام عليكم، مرحبا بكم بفيديو جديد. جئناكم بفيديو خصيصا حول الإعلامي القدير والجلاد السفاح الحثالات يرد على أشباه العرب الذين من عشاق كريستيانو رونالدو العرب، لأن كريستيانو رونالدو نجو في الصح ما سمعش كاع بهاد الجياع هادو مخنزين هادو، ما يسمعش كاع بيهم، خاصة واحد تصور مع كريستيانو رونالدو أشباه عربي ولطيف عبدا قدسا. نخليكم مع هذا الفيديو، ما تنسوش لايك واعجاب واشتراك، وشكرا جزيلا لكم. تفضلوا. أولا الانتقادات اللي سمعتها وشفتها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير الكرة ليست جديدة. أعتبرها بأنها هي مجرد تعبير عن مشاعر لجماهير تعشق رونالدو. المعلق ليس مطالب بأن يعشق رونالدو أو ميسي، هو مطالب بأن يصف المباراة ويعلق عليها ويتكهن ويتوقع ويتجاوب ويتفاعل أيضا مع الكرات ومع اللقطات، ويحاول يصنع جو مع الجمهور. وأنا تعودت على مثل هذا، مش فقط مع البرتغال، تعودت حتى في الدوريات اللي نعلق عليها، تعودت أنني أتوقع نتائج المباريات وأتوقع تسجيل ركلات الترجيح من عدمها، وهذا ليس جديدا. نحب في تواصلي مع الجمهور وفي تعليقي على المباريات نحب نتفاعل، ونحب نخليه هو يتفاعل كذلك معي. وكنت قلت قبل بداية المباراة بأنني أتوقع، التوقع الأول كان عادي جدا وما فيش نية سيئة، ولو أنني لست مطالب بأن أبرر. أنا هنا لست بصدد التبرير. لو تكررت المباراة لعاودت نفس الشيء اللي قلته. فقبل بداية المباراة من أجل المزاح فقط قلت اللي نسمع نشيده الأول هو اللي يفوز، هذه ما فيها ولا شيء. كان يمكن أنه النشيد الأول يكون للبرتغال فكان لسلوفينيا. بعدين أثناء المباراة قلت بأنه هذه مباراة راح تكون طويلة وشاقة ومن دون أهداف، وراح نروح وقت إضافي وممكن ركلة ترجيح. لما جات ركلة جزاء رونالدو توقعت أنه يضيعها وضيعها، فلا أدري أين هو الخلل في كل هذا. وكان ممكن نقول كلام آخر كذلك، كان ممكن في بكاء رونالدو كان بكاء سابق لأوانه، المباراة لم تكن قد انتهت. لو انتهت كان ممكن يكون الأمر عادي. أثناء المباراة تبكي بعد تضييع ركلة جزاء، سواء كنت رونالدو أو كنت حفيظ دراجي، فالأمر قد يكون له انعكاس سلبي على معنويات زملائك، ويأثر على مردودهم وعلى النتيجة في نهاية المطاف. حبيت نرجع ونقول لك بأنه كل ما قلته كان عفوي وكان طبيعي وكان عادي جدا، ليس فيه أي خلفية وليس فيه أي حاجة ضد رونالدو، لأنه أنا أعتبر رونالدو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية. لكن عندما يكون سيء يجب أن نقول بأنه سيء، هو ولا ميسي ولا غيره. فأنا لست مطبلاتي، ولا أقول شعر لا في رونالدو ولا في ميسي، ولا أطبل له. عندما يكون موفق نقول موفق، وعندما يخفق نقول أخفق. عندما يعتدي على الحكم نقول بأنه تصرف لا رياضي واعتداء لا يجوز من رونالدو على حكم المباراة. وعندما يعتدى عليه أيضا كلاعب نقول بأنه لا يجب الاعتداء على لاعب، مش لأنه رونالدو، ولكن الاعتداء من لاعب على لاعب أيضا لا يجوز. هذا كل ما في الأمر.